بيجيب لك احلى كواليتي للفاكهه وبيبيعوها للناس، والسوق كبير كبير يا جماعه، السوق ده مش هيخلص. عنده جميع انواع اللحوم والبرجرات، مشهورين قوي بالفاكهه وبالعصاير اللي فيها فاكهه. الو، انا هرست لكم برشلونه يا جماعه. سمك حلال. نضرب. باي باي. هنا بقى الرجاله ايه، مش هيصل. فولو كنتاكي، عيدك دي كنتاكي. جولة في بوكوريا ماركت، أكبر سوق في أوروبا ومن أكبر أسواق العالم. طبعا بعد ما عملنا جولة أكل الشوارع في النرويج، تحديدا في مدينة ستافنجر، ما كانش ينفع أسيب برشلونة من غير ما أجرب الأكل فيها. وبالفعل رحت سوق وهو الأقدم في أوروبا وبرشلونة، وده عشان أصور لكم جانب جميل في برشلونة، وفي نفس الوقت أصور لكم تجربة أكل صورناها هناك. يوم جديد، جولة جديدة، فيديو جديد، الأكل بقى والتجارب والدلع في بوكوريا ماركت. بوكوريا ماركت هو أقدم وأشهر الأسواق في برشلونة، وبيعود تاريخه إلى القرن ال13، وبيقع في أشهر شارع في برشلونة وهو شارع لا رامبلا. وطبعا صورت لكم أجزاء كتير من الشارع ده، تقدروا تتفرجوا عليها في قناتي على اليوتيوب، أو ممكن يظهر دلوقتي قدامكم على الشاشة فوق اللينك بتاع الفيديوهات دي. ده محل بتاع فاكهة بصراحة، يعني شكل الفاكهة كده فيه يفرح، يعني شكل الفاكهة كده بيقول لك أنا عايز أتاكل. هنا بيجيب لك أحلى كواليتي للفاكهة وبيبيعوها للناس، غالي شوية بس ده بسبب إن الكواليتي عالي، هاي كواليتي. واتس يور نيم؟ ستيفن. ماي نيم از ألادين ستيفن. ألادين ديزني لاند. نايس تو ميت يو تو. والسوق كبير كبير يا جماعة، السوق كبير، السوق ده مش هيخلص. بيتميز بوكوريا ماركت بإنه فيه كل حاجة ممكن تحتاجوها هناك. هتلاقوا هناك كل أنواع الفاكهة بألوانها الجميلة المختلفة، وطبعا كل أنواع اللحوم والأسماك والحلويات بجميع أشكالها وأنواعها. ده هنا بقى عطور، جميع أنواع العطور. نمشي كده شوية، هنا بقى دي جميع أنواع التوابل الأسبانية، يعني شغل فاخر على الآخر. يا جماعة الموضوع جامد، المحلات كلها كده مزهزهة وحاجات هتحسها فريش الفريش بصراحة. وهنا بقى في فريق اهو بيعزف اهو بيلعب، واحنا هندخل بقى. هنا بقى الرجاله ايه، مش هيصل. الله 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 الله. تركي تقريبا، تركي. هنا التراكوة بيبدعوا، الشغل الشرقي هنا شغال مع الاسبانيولي بالجيتار، عاملين احلى لقطة بصراحة. هلو. جولة بسيطة عشان ايه ان شاء الله لما ربنا يكرمكم وتسافروا تعرفوا كل حاجة من A to Z. انا هرست لكم برشلونة يا جماعة. هنيجي نضرب هنا عصاير فريش، بس خلينا نكمل الجولة. كوريا بوكيت عنده جميع انواع اللحوم والبرجرات، ادي اهو برجر اهو، شغل فاخر. بالامانه هو السوق ده فيه محلات كبيره وفي محلات صغيره، في محلات تحس ان انت ممكن تجيب منها حاجه مفيده، في محلات تحس ان انت يعني ممكن ما تجيبش منها اي حاجه خالص. انا قاعد عمال اتمشى واستكشف عشان في الاخر انقي بقى، لازم انقي بقى حاجه اكلها بقى واتدلع بقى. مشهورين قوي بالفاكهه وبالعصاير اللي فيها فاكهه، يعني بصوا تحس كده ان الموضوع فعلا يلفت الانظار يا جماعه. بصوا. هنا بقى ايه، المكسرات بجميع انواعها. ومن ضمن الحاجات اللي شفتها هناك وبجد عجبتني جدا، وهو انه مش مجرد سوق عادي زي اي سوق ممكن تدخلوه، لا هو سوق بيجمع بين التقاليد الاسبانيه وجميع المأكولات العالميه، وبسبب ده بيزور السوق ده كل السياح من جميع انحاء العالم. تعالوا بقى نبص كده على الاكل عشان احنا لازم ناكل.
يعني احنا لازم نلاقي حاجه ناكلها بصراحه. This beautiful lady she will explain to us what this food. First سمك. هي بتتكلم عربي بتقول لك this is the best. حلال. She say حلال so 100% we will eat from here. Traditional fish in Spain here. ده هنا بقى يا جماعه اكل تراديشنال اسباني سمك. واحنا هناكله بالشوكه الصغيره دي. يس ليتل ليمون يس سبايسي اوف كورس. انا هحط شطه بقى وليمون وهديها. ثانكس. شكرا. هي بتقول ثانكس يا جماعه يعني جراسياس. باي 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 باي. اوكي هنا بقى ايه نضرب حبيبي. نضرب اكل اسباني جامد بالامانه يعني 10 من 10. هي قالت ان هو سمك وحطت عليه ليمون وشطه. انا حاسه بقى حاجه كده بتدوب في البق احلى من السمك كمان. موضوع قلب سمك على بطاطس. واهم حاجه بقى الشوكه دي اهم حاجه في الموضوع. بصوا انا مبسوط بالامانه. تجربه اكل الشوارع في اسبانيا برشلونه جامده ومش هنوقف. احنا هنكمل يعني. احنا هنروح هنشتري فاكهه وهنعمل حركات ودلع. الست عكستني قالت لي 5 يورو. دفعت 5 يورو وانا يا باشا. لو كانت قالت لي 10 و15 كنت برضه هنفذ عادي يعني. هي بس عشان احرجتني بالامانه بذوقها. واول لما قالت لي انت منين؟ قلت لها من مصر. قالت لي ده انا بحب مصر، ده انا كنت في مصر، ده انا هعيش في مصر. الله الله الله. قلت لها انت داخله على طمع بقى وليه ولا ايه؟ انا عملت لكم تجربه اكل في المطار صغيره كده لما كنت باكل سندوتش الفراخ. بعد كده سندوتش الكباب اللي هم الكباب الاوروبيين بيقولوا على الشاورما كباب. ودلوقتي السمك في الشوارع. وبكده نبقى خلصنا الوجبه الاولى وجبه السمك الاسباني. انا هدور على حاجه تانية اكلها واجرب. يلا بينا. بالامانه يا جماعه مش عارف الاكله دي ايه بصراحه. بس انا لقيت فيه ايه الناس كلها جايه تاكل هنا. هي عباره عن ليمون كبير وحاجه كده صدف بتفتحه هي الست الطيبه دي بطريقه معينه وتشوف اللحمه جواها. يعني بص انا مش عارف بقى قصتها ايه بس احنا هنستكشف الموضوع سوا. انا ارشح السوق ده لاي حد بصراحه. وهنا بقى يا جماعه محل فراخ بس. وات از ذا نيم اوف ذيس تشيكن؟ بولو كنتاكي. يعني احنا في بولو كنتاكي بقى هناكل هنا اهو وهنقرقد. اند وات ذيس تشيكن سوسيج. طيب احنا بقى ايه هناكل برضو الكورن دوج ده مع الفرايد بوتيتو. تشيز بيتر. هي قالت الجبنه اجمد يبقى تشيز بيتر. اوكي هي قالت الجبنه اجمد يبقى هي الجبنه اجمد. انا واثق فيها. تجربه اكل الشوارع. الفراخ اللي احنا جبناها دي هي قالت لك صباع الموز ده بالجبنه احلى. فاحنا هنجرب بقى نشوف الجبنه نظامها ايه. جامده جامده. انا مستمتع بصراحه. ده في مصر كنت انا غاوي اشتريه. انا في النادي بتاعنا في نادي 6 اكتوبر كان دايما بيعملوه وكنت بروح اجيبه. نديله والله ما مزعلها هنديله 10 من 10. خلينا نجرب بقى النص التاني بقى. بطاطس. شايفين البطاطسايه دي؟ بطاطسايه ايه؟ تمام؟ اهو. وفراخ. عيدك دي كنتاكي. هي فراخ مخليه. يعني انا كنت فاكرها فراخ بعظم بصراحه. وحلوه. التتبيله اللي حواليها دي جامده. ده على فكره محل الفراخ الوحيد اللي شفته في بوكوريا ماركت. وانا اصلا بحب الفراخ ومن كتر اكل الفراخ هقلب فرخه قريب. احنا كده في السوق ده نبقى جربنا حاجتين. جربنا السمك بالاسلوب الاسباني والفراخ بقى بتاع كنتاكي بالاسلوب الاسباني برضه بس مش تراديشنز بقى مش اكل اساسي عندهم يعني. جامد بصراحه. خلينا اقفل واقفل الفلوج في اهم سوق في اسبانيا وبرشلونه بوكوريا ماركت. انتوا اخواتي وانا بحبكم في الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتدعموني. اكتبوا دعوه في الكومنت. اكتبوا ربنا يوفقك علاء ربنا يكرمك. اعرفوا ان التارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنه هنوصل له ان شاء الله. ومعاكم وبيكم هنعمل كل حاجه. وارجوكم ما تنسوش صفحه الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. والسلام عليكم.